معنا اتصال أبو زيد من العراق. تفضل يا أبو زيد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أبو زيد. مرحبا بك يا أخي، أهلا وسهلا. عندي سؤالين جزاك الله خيرا. تفضل يا أبا زيد. أولا، ما أحوال أهلنا في العراق؟ الحمد لله بخير والحمد لله. نسأل الله أن يخفف عنكم، قل آمين. إن شاء الله. عندي نقطتين أو سؤالين. السؤال الأول، بالمناسبة أنا شيعي. نسأل الله لك الهداية، قل آمين. ولنا آمين يا رب العالمين. السؤال الأول، هل أن الله جسم؟ والسؤال الثاني؟ لا، ممكن تجاوبني حتى انتقل إلى السؤال عشان الوقت الثاني. بس عطني السؤال الثاني. وأنا أريد أن أناقشك في هذا السؤال. طيب السؤال اللي بعده. السؤال الأول نعم أو لا؟ يا أخي على هذا الحوار أعزك الله بطاعته، هو حديث عن أسباب الثبات في وقت الأزمات، وإذا أردت نعم. الحوار في موضوع العقيدة لا مانع. عندنا برنامج في يوم السبت مع فضيلة الشيخ محمد الفراج يتحدث في الجوانب العقدية، ممكن أن تطرح سؤالك هذا وغيره، ونحن نفرح بالحوار والنقاش وبكل رحابة صدر. فإذا أردت يا أبا زيد أن تتناقش في قضايا عقدية فهناك حلقات مخصصة لها، وأنا أقول للجميع نحن نفرح بمشاركاتكم ومداخلاتكم، وليس عندنا شيء نخفيه. عقيدتنا واضحة وديننا واضح، ونقبل النقاش مع الجميع. لكن يعني هذه الحلقة يا أبا زيد يعني خصوصيتها في قضية معينة، فلا أريد أن يضيع وقت الحلقة في مثل هذه المسألة، ويمكن أن أحيلك لأخي فضيلة الشيخ محمد الفراج. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد والهداية والرشاد. نعم، ننتقل للسؤال الثاني. أعود السؤال الثاني. نعم. نعم، الله سبحانه وتعالى جعل بيننا وبينه واسطة، وهو النبي صلى الله عليه وآله، وكذلك الصالحين من عباده. تسمعني شيخ؟ نعم. نعم. الآن سمعتك تقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. كيف يكون ذلك وقد ثبت عندنا بعض الصحابة وأمهات المؤمنين؟ أبا زيد، يظهر أن انقطع الاتصال. أبا زيد، أنا لم آتي بشيء من عندي، هذا كلام ربي عز وجل.